ينتهج اسلوب الاحلال، والاحلال الغير متسرع، الاحلال الموزون، وهذا شيء جيد. على كل ضربه حره مباشره لمصلحه فريق النادي الاهلي، وهذا هو عادل عبد العزيز ومارتن بارودي، هم الاثنين جنب الكره، حيطه معموله بلاعبي فريق بنياس، يعني احتمال مارتن يلعبها مباشره او عادل يلعبها وجول. عادل عبد العزيز من كره ثابته على طول، نعم تعدي الحيطه وتروح في الزاويه الصعبه، زاويه 90، وهذا هو راح على طول، نعم يعانق الكادر الفني والاداري، وبالتالي عادل عبد العزيز يسجل هدف الاهلي الثالث والهدف الشخصي الثاني في هذه المباراه، والهدف الشخصي الثالث لهذا الموسم. شوف راحت على طول على يسار حارس مرمى بنياس احمد خليل في المكان الصعب، نعم تصرف بشكل سليم. ترى تبغي حرفنه وتبغي الحقيقه خبره وتبغي تدريب اللعبات هذه.